قراءة فنجان وصديق مشترك. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من أحمد سوكرنو؟ كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن واقعة غريبة حدثت قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكرنو. قالت: في البداية قابلت أحد الأشخاص الذين يقرؤون الفنجان وقال لي: مين هو أحمد؟ فقلت له: ما عنديش حد أعرفه اسمه أحمد غير أخويا. وتابعت إنه قال لها اللي قرأ الفنجان بيطلع على شاشات التلفزيون، وقال لها: لا مش أخوكي، في حد اسمه أحمد هتعرفيه وهيدخل حياتك ويفضل معاكي لآخر يوم في عمرك. وأضافت: أخدت الكلام وما اهتمتش وما صدقتوش واعتبرته دردشة. بعدها فوجئت بصديق مشترك جاي من استراليا وبيحكي لي إنه كان قاعد هناك في استراليا مع شخص محترم، وسأله: أكتر حد بيعجبك في الفن مين؟ فقال له: أكتر حد بيعجبني جدا إيناس الدغيدي. وهنا رد أحمد سوكرنو وقال: هو فنان محترم، لكن لم أستأذن منه للكشف عن هويته. التقيته صدفة في مكان ما قادما إلى استراليا لإنهاء بعض الأعمال في سيدني، والتقيت به ضمن مجموعة من رجال الأعمال وحدثت بينا كيمياء. سألني: هل تزور مصر؟ فقلت له: لم أزورها منذ عام 82 بعد اغتيال السادات، ولم أعد إليها، لكن مصر تعيش بداخلي. وتابع أحمد: أنا متابع جيد لما يحدث في مصر حتى الآن، وأتابع دوري الكرة المصري، وإيناس من الشخصيات التي شاهدت لها حوارات كثيرة وأعجبت بجرأتها، لأنها صوت يقول الحق في وقت قد يخشى البعض قول الرأي الصادق. وأكمل: بالرغم من أن ناس كتير ممكن يشوفوها ست قوية، إلا أني شفتها ست طيبة جدا.